عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم كما كتشوفوا بديت لكم من الصباح. كان واحد الجو اللي هو غزال 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 بزاف. كانت الصباحه الجو ديال الشتاء وعجبني نصوروا هكا هنا في الدار البيضاء. بطبيعه الحال انا مازال باقا في الدار البيضاء، ونتمنى يعجبكم الفيديو وخليكم حتى الاخير. غنشارك معكم واحد الوصفات اللي هما غزالين وزوينين ونتمنى يعجبكم. هنا كما كتشوفوا هنا من الغدا يعني شاركت معكم غدانا. كما كتشوفوا هنايا البطاطا وواحد الشي فلور كديرو اختي زوين بواحد الطريقه اللي غزاله. وهاد الكفته حتى هي مشويه زوينه زوين. تقدري تقليها، تقدري تشويها ديال السردين. شوفوا كتجي ما شاء الله. الا شفتيها ما تقوليش ديال السردين نهائيا. الا بغيتو نشارك معكم هاد الوصفه ديال الكفته ديال السردين ان شاء الله نشاركها معكم، ما كاين حتى مشكل. واليوم غنقترح عليكم واحد الفلفله بالنسبه اللي كيعجبوا الحار. غادي تعجبكم واحد الطريقه ديال الفلفله. بالنسبه لي انا تنعجز على الحار، وهنا لقيتها كدير هذه الطريقه وعجبتني وقلت نصورها لكم. هي واحد الطريقه ديال البريوش. وخليكم حتى الاخر ديال الفيديو ونتمنى يعجبكم. وما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو لاشين فضلا ليس امرا. بطبيعه الحال الا كيعجبكم الفيديو اللي كنحط. وهنا بالنسبه لهاد الفلفله الحاره اللي كتجي غزاله كما كتشوفوا هنا، راه خدات هي الفلفله شراتها خداتها قطعتها على ديك الطريقه. كتشدها كتقطعيها وكطحنيها وضروري كتصفى هاد الفلفله. وتقدري او ديري الليغات، يعني ما تقدريش تقطعيها هكاك بلا الليغات البنات، لأنها شويه كتكون حاره. صافي هنا كنسقطروها مزيان. كما بان لكم راه كاين واحد الماء بزاف كيهود منها. غنخليوها حتى تسقطر مزيان كما كتشوفوا. صافي وغنديرها في قريعه. هانتوما غادي تشوفوا معايا كنديروها من بعد في واحد القرعه ديال الزاج اللي نتوما غادي تستعملوها ديما فيه. صافي يعني ساهله، ما كاين لا طيبين لا حتى شي حاجه. كتشدي الفلفله كتقطعي القياس اللي بغيتي وطحنيها وصفيها البنات وكديروها في هذه القرعه ديال الزاج. كما كتشوفوا درت فيها واحد شويه ديال الخل، قطرات ديال الخل او الحامض. قطرات ديال الحامض اللي بغيتو، شويه ديال المليحه، وكتكبي عليها البنات زيت العود وكتخليها هي تقريبا الا خليتيها سيمانه راه الفلفله ديك الساعات كترطب وكتعطي ديك المذاق ديال الحروريه. ولا بغيتي تستعمليها على 3 ايام كتكون مازال الفلفله مازال ما دارتش مزيان وكتجي زوينه وكتجي يعني حاجه مصوبها في الدار واقتصاديه وبطريقه اللي هي ساهله البنات. دابا هاد اختي ما كتخطاهاش، انا عجبتني وقلت نشاركها معكم الطريقه. صافي هنا كتغطي عليها كل مره كتهزي واحد العشق اللي غادي تبغيها تستعملها في اي حاجه بغيتي. بالنسبه للقرص غادي نحتاجو ليه بيضه ياكي. عندنا الزيت كاس تقريبا لارو، نص كاس ديال الزيت تقريبا زايد شويه. وعندنا نص كاس ديال السنيده بطبيعه الحال الحلاوه على حسابكم. هنا مليحه، هنا معلقه كبيره ديال الخميره وواحد بيضه والماء باش كنعجنوا هاد الكريسات. صافي هادو هما المقادير. غنبداو على بركه الله. نديروا مليحه. المهم الفورص شحال عندنا فيه؟ نص كيلو ديال الفورص. المقادير ديال نص كيلو. مقادير هذا الشيء ديال ديال نص كيلو ديال الفورص. تقدروا تدبروا نتوما المقادير الا بغيتوا. صافي هنا درنا الملحه، نديروا الخميره معلقه كبيره ديال الخميره. عندنا بيضه والزيت كما قلت لكم نص كاس ديال الزيت وسنيده على حسابكم نتوما. هنا نص كاس ديال سنيده. صراحه الكرز كيبغي شويه الحلاوه. صافي البريوش، عفوا البريوش ماشي الكرز. صافي غادي نجمعو ومن بعد غادي نعجنوه بالماء دافي. شوفوا الشكل ديالها كيفاش
كتكون العجينه واش مرخوفه ولا. المهم حيت ماشي انا اللي كندير هاد الطريقه، هذه كديرها اختي. المهم كل واحد والطريقه ديالو. صافي غتعجنو هكا، كيجي خفيف، كيجي شويه قالت لك الخفه كيجي شويه خفيف، يعني ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش ثاني خفيف بزاف. انا كنديرو خفيف بزاف صراحه، كنديرو جاري. هي لا الواحد كما قلت لكم هو الطريقه ديالو. صافي البنات بحال هكا كتكون هاد البريوش كيكون بحال هاد الشكل. صافي هنا غادي نخليوه حتى يخمر وغندوزو للمرحله الثانيه، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. صافي هنا من بعد ما خمرت لينا هاد البريوش كما كتشوفوا كدير شويه يديها في الزيت. ها هو صافي. ومن بعد كما كيبان لكم غدير فيهم بحال شكل كريسات صغار. صافي كدير وسطهم لنا الشكلاط، تقدروا ديروا الشكلاط، تقدروا ديروا اللي بغيتو نتوما، ولا تخليوها هكاك. صافي هكا كويرات، وغديرهم في هذا المول اللي بطبيعه الحال دهناتو بالزبده ورشيت عليه فور. صافي غادي تبقى بحال هكا. نتوما ديروا المول اللي بغيتو. اللي درت هذا عند هذا درتو، وهذا الشكلاط كما كتشوفوا هنا هكا. المهم غادي تكمل كلشي ومن بعد غادي تشوفوا الشكل ديالو. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كملت البريوش كامل درتو في هاد الطاوه. صافي هذاك الشكلاط شاط. المهم درتو من الفوق، هي غير درتو ملي شاط ليها درتو هكا من الفوق. صافي هنا كدهن بالصفر ديال البيضه مع شويه ديال الحليب كما كتشوفوا. صافي تخليه حتى يخمر. هذا راه خلاتو حتى خمر. ملي كملت العجينه خلاتو حتى طلع شويه، يعني ماشي بزاف. ما داش الوقت بزاف. صافي وهنا دهناتو كما قلت لكم بالبيض، وغترشوا اما بجنجلان اما بداك الخشخاش اللي عندكم نتوما. ديروه به اللوز ايفيلي اللي عندكم نتوما. صافي ها نتوما كتشوفوا صراحه كيجي زوين، كيجي هشيش وغزال وفيه واحد البنه. انا صراحه ما عمرني درت هذا البريوش بحال هكا مسقي بالزبده والعسل. اول مره نجربه. صافي هنا كما قلت لكم درت هذا الخشخاش هكا من الفوق. صافي غادي تدخلوه يطيب، ومن بعد غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. صراحه كيجي غزال. صافي هنا من بعد ما غادي تدخل هذاك البريوش حتى يقرب يطيب، لان خصو يكون سخون البنات. ملي يقرب يطيب غادي ديروا واحد الكاسرونه، غادي ديروا فيها تقريبا هنا الزبده دارت 2 معالق كبار ديال الزبده، ودارت العسل تقريبا نص كاس ديال العسل. صافي وكذوبوا هنا البنات. من بعد ما طاب لينا البريوش كما قلت لكم باقي سخون، كتهزوا داك العسل كتخويوه كامل على هذاك البريوش ديالنا. شوفوا كي كتسقي فيه وهو مازال سخون البنات كما كتشوفوها. صراحه كيشربوا كيجي غزال بزاف بزاف. هانتوما تجي زوينه. ما تخافوش من تشوفوا هكا راه كيشرب تبارك الله. هانتوما غزال كيجي ما شاء الله. كما قلت لكم اول مره كنذوقو هكا، يعني مسقي بالعسل والزبده. صافي هنا كتخليه حتى كيبرد. صافي ومن بعد كنقدموه. هنا من بعد ما جا عندنا ولد عمتي. مهم كما قلت لك صوبات هذه. شوفوا هنا الشكل ديالها النهائي جا غزال. وهما جابوا معاهم هاد الكيكه ديال الشوكولات وواحد المسمن ديال الفران اللي كيجي مورق باختصاص. هي في هاد المسمن كيجي غزال وزوين بزاف. هانتوما هو هذا صراحه كيجي زوين، كتصاوبوا غزال. وصافي البنات هذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى يعجبكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وكومونتير زوين وتبارطاجيو لاشين. فضل الله يسع امر بطبيعه الحال الا كيعجبكم لي الفيديو اللي كنحط. وهنا راني قطعتها. شوفوا كتجي ما شاء الله كتجي خفيفه وهشيشه، وداك العسل مشربها والزبده كتجي غزاله. نتمنى تجربوها. غادي تعجبكم. والى فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.